السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مجددة للإخوان ديالنا المتتبعين على قناة أبو يزيد. أولا كنعتذروا القطاعات وذلك لبعض الظروف. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشرحوا استراتيجية ديال الرهانات. بزاف ديال الناس طلبوا من الشروحات بزاف على الاستراتيجيات اللي كنلعبوا بهم. اليوم غادي نشرحوا استراتيجية خاصة بالضربات الركنية أولا كما يعرف بالكورنير أولا الضربات الركنية، يعني اللعب على فقط الضربات الركنية. هنا أول نقطة خصكم تستردوا ليها البال في اللعب اللي كيلعب بالنسبة للضربات الركنية. كيكون هناك اختلاف كبير من ناحية الدوريات. كاين بعض الدوريات كيكون فيهم اللاعب الأجنحة والهجوم وهذا، يعني فبالتالي كيكون احتمالية ديال أنه يكون ركنيات كتر من بعض الدوريات اللي كيكون اللاعب متمركز في الوسط ديال التيران وهذه، وبالتالي كيكون عدد الركنيات قليل. توقعات كما كنقولوا، فقط هي مجرد توقعات. فنحاولوا نمشيو لون ديريكت لايف بحال المباريات اللي كاينه حاليا، فقط هنا من اجل الشرح وصافي. حتى بالنسبه للانسان اللي ما كيعرفش يلعب على الركنيات ياخذ حتى هو فكره. دونك عندنا حاليا كوب لا فرانس، من باريس سان جيرمان ضد فريق ليون، تقدم بجوج زيرو. باريس سان جيرمان معروف انها كتلعب يعني هجوميا وهذا، فبالتالي كنتوقعوا انهم يكونوا ركنيات في هذه المباراة. بالتالي هنا كنشوفوا حاليا كاين 1-1، يعني فقط جوج ركنيات في الشوط الاول. انا غادي نعتمد ان الشوط الثاني غادي يكون فيه اكثر من حيث الهجوم، بما ان اولمبيك ليونيس خاسره. وبالتالي كما كتشوفوا هنا لي كورنر راه كاين ممكن تلعب في اللايف ان الفريق الاول يكون اكثر اولا التعادل اولا الفريق الثاني يكون اكثر. هما حاليا تعادل. بالتالي نديرو هنا لو دوطار. هنا فقط هنا كنشوفوا الى وصلنا فقط لستة ديال الركنيات في الماتش كامل، لو كوت ديالهم بجوج فاصلة 48. هنا بطبيعة الحال لأن اللايف كيعتمد على الوقت ما كيعتمدش على الكوت، فبالتالي أن ممكن في الشوط الثاني يكونوا 5 ركنيات أو أكثر. نديرو هادي في القائمة ديال اللاعب 4.5. التطبيق هنا كاين خلل في التطبيق، نعاودو نفتحوه مرة أخرى. بالنسبة للتطبيق ستار زد، الناس ما كيعرفوش بأن هاد التطبيق تا هو شبيه التطبيقات ديال وان اكس بيت، ميل بيت، بيت وينر، لاين بيت، ما إلى ذلك. يعني هادو كلهم كيخدمو بنفس التطبيق، كيكون فقط اختلاف في الألوان وفي اللوغو. يعني هذا هو اللي كيكون. نرجعو المنيو نون ديريكت، فوتبول، كوب دو لا فرانس، هنا الضربات الركنية. توتال قلنا 4.5. خصنا نسير من الانترنت لأن أنا عندي مشكلة ربما في اتصال بالشبكة. قالت لا هادو يعني واخا غيرت بقات في نفس. فوالا خدمات حاليا توتال. دونك انا إلا وصلنا، حيت كان قبيله خطأ لأن 4.5 كانت مخلصة بزاف، كنا فقط إلا وصلنا 6.5 اللي هي 7 ديال الركنيات. نلعبوها مثلا مع لقاء آخر. أنا فقط للتجربة كنأكد أن هذا ماشي لقاء، ماشي دراسة هي 100%، إنما كنشرحو طريقة اللعب على الركنيات. وأيضا
الدوري الاستراتيجية ديالهم، يعني شناهي الدوريات اللي كيكون فيهم بزاف من الدوريات اللي مكيكونش فيهم بزاف، أولا حتى إلا كان شي اللي هو ديسبان تا هو معروف أنه كيكون فيهم الركنيات، واخا دابا حاليا في الشوط الأول كاين يلاه جوج، نحاولو نمشيو الماتش كامل، نحاولو نقولو يوصلو 6.5 اللي هي 7 ديال الركنيات، واخا تخسريت هاد الرهانات بجوج نلعبوهم مثلا ب200 درهم، يعني شوف عطات 535 درهم، فوالا. فقط نزيدو نشرحو بالنسبة للناس اللي مكيعرفوش اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون ولا التنبيهات، يعني ملي كيكون شي ركنية أولا شي هدف أولا هادي ممكن تاكتيفي التنبيهات فقط من هاد 3 النقاط الفوق، كون اختارو النوتيفيكاسيون كتختار أي نوع ديال التنبيهات بغيتي، بما أنني لاعب على الركنيات كنخلي التنبيهات فقط على الركنيات. كنسوق هنا واقيلا تزاد شي كورنر دابا أولا غادي يتوقف الشوط الأول، فوالا نهاية الشوط الأول. ثم نفعلو أيضا التنبيهات بالنسبة للقاء ديال ريال مدريد مع ريال بيتيس، فوالا. وهنا كنشوفو إما ديال البلايص لي لعبناهم، بطبيعة الحال ممكنة ماشي دائما كتربح، مرات كتكون عندك خسارة كيكون عندك الربح، يعني ماشي دائما، ولكن إلا مشيتي بالاستراتيجيات مدروسين فراه كيكون عندك الربح غالبا كتر من الخسارة. أي تساؤل مترددوش فقط تخليوه ليا في التعليق وأنا راه الإشارة ديالكم. حظ موفق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.